السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو اللي فيه غادي نشوفوا خطوة بخطوة كيف نرسموا موجة ديال البحر. في هذا الفيديو فاش كنت كنرسم كنت في نفس الوقت كنسمع الكتاب الهشاشة النفسية، ومن بين الأفكار اللي عجبتني واللي كانت في الصفحات الأخيرة من الكتاب هي حدود التسامح مع تصرفات شخص مريض نفسي. يعني كيفاش نتعامل مع هاد التصرفات، كيفاش نلقاو التوازن ما بين التعاطف مع الآخرين والتصرفات ديالهم في حالة كانوا مرضى نفسيين، ما بين حماية راسنا وحماية الحدود ديالنا. معاكم شروق، رسامة، واليوم غادي نشوفو كيفاش نرسم موجة بحر خطوة بخطوة، ونتكلموا على واحد الموضوع اللي كيهم بزاف ديال الناس، وهو شنو حدود التسامح مع تصرفات شخص اللي كيعاني من مرض نفسي. ملي كيكون شي حد قريب منا كيعاني من مرض نفسي، اول حاجه كنحسو بها هي كنبغيو نعاونوه ونكونوا حداه في هاد اللحظات الصعيبه. ولكن المرض النفسي كيدير واحد التأثير كبير على تصرفات الشخص، وفي بعض الأحيان كيولي يدير واحد التصرفات اللي هي تكون مؤذية بالنسبة لينا، اللي هي في الأول نقدروا نقولوا أننا كنتفهموها وكنعذروه، ولكن ما يمكنش الأذى أننا نتفهم. ما يمكنش فقط أنك مريض نفسي ولا كتمر بأزمات نفسية ولا شي حاجة نقدر أنني نتقبل منك واحد الأذى إذا كثير. بصح خاصنا نتعاطفوا مع هاد الناس، وخصوصا إذا كان شخص قريب منا. خاصنا حتى نعرفوا باللي ماشي أي واحد عنده الحق يتجاوز الحدود ديالنا، حتى ولو كان مريض نفسي. السؤال هنا هو إلى أي حد نقدروا نتسامحوا مع تصرفات ديال الشخص؟ يعني فين كيوصل هاد التسامح، وفين نقدر نقول أنا متفهم المشاكل ديالك وأنا متفهم شنو كتمر بيه ومتفهم هاد ردود الفعل ديالك وكيفاش كتعامل مع النفسية ديالك، ولكن في نفس الوقت هادشي راه كيأذيني أنا. وكيفاش أنه الشخص اللي قدامنا نخليوه يكون واعي بالتصرفات ديالو اللي كتأذينا بالضبط، وباللي إلا حطينا حدود مع الشخص الآخر وخصوصا في المسائل اللي كتأذينا، فهذا لا يعني مرة أنه ما كنبغيوش الشخص اللي قدامنا ولا ماشي عزيز عندنا ولا تخلينا عليه في الحالة النفسية الصعيبة اللي كيدوز منا. بصراحة خاصنا نكونوا واضحين، المرض النفسي ما عمره ما كان مبرر لتصرفات مؤذية خصوصا متكررة. إذن فين خاصنا نحطوا الحدود؟ فعلا في الحالة الطبيعية، يعني ما بين جوج الأفراد في العلاقات، فالحدود هي ضرورية في كل علاقة،
وماشي غير مع الناس اللي كيعانيو من أمراض نفسية، ولكن مع أي شخص. يعني ملي كيتعلق الأمر بالصحة النفسية، بزاف منا كيبداو يتفاداو يحطوا حدود، حيت ربما كيحسوا بالذنب أولا الخوف من أنهم يجرحوا الشخص اللي مريض. ولكن الحقيقة هي أن الحدود ماشي غير كتحميك كشخص كيبين الحاجة اللي ضراتو، ولكن كتعطي واحد المساحة صحية لكلا الطرفين. تخيل مثلا شي شخص كيعاني من القلق، وديما كيجي عندك ويبقى يعاود لك غير باش يحكي لك المشاكل ديالو. يعني هو فقط نفس المشكلة يقدر يجي يعاودها لك عشرات المرات، وكتلقاه كينفعل عليها بنفس الطريقة اللي انفعل عليها المرة الأولى باش يلاه وقعات. والحديث كله كيبقى يتعاود غير على المشكلة، غير على المشكلة فقط. أعطيتيه الدعم العاطفي اللي محتاجه، تفهمتي الموقف ديالو، حاولتي تتفهم ردود الفعل ديالو. ولكن الأمر ربما كنت أنا في بلاصة الشخص اللي كيجي كل مرة يعاود لي هكا، أنا وقع لي هادي وقع لي هادي وقع لي هادي، غادي نتضرر من هذاك التعاود ديال نفس المشكلة نفس المشكلة نفس المشكلة في كل مرة، في حين أنه كان أثر هذا الحوار أنه ما كيتلقاش أي مساعدة مهنية. يعني الشخص كيجي يتشكى فقط، كيعاود غير المشكلة، ما كيعاودش شي حاجة أخرى، ما كيقلبش على حل، ما كيخففش هداك التعاود ديالو من الأذى اللي كيحس به. فراه غادي تجي واحد اللحظة اللي ضروري غادي تحس بالإرهاق والتعب. هنا وضع الحدود ما كيجيش بمعنى أنك غادي تتخلى عليه، ولا غتقول له ما تعاودش ليا، ولا ما تعاودش تجي تقول لي الحاجة ولا شي حاجة ولا شي كلمة هكا اللي غادي تصدمه. ربما يعني هذا فقط رأي شخصي، ولكن وضع حدود هنا يمكن يكون بمعنى أنك توجهه يقلب على حد، بحال أنك تقول له أنا معاك، ولكن خاصنا نشوفوا شي حل اللي يقدر يعاونك أكثر من أنك تبقى تعاود ليا وصافي. شي مرات الأمراض النفسية كتقدر تخلق شي أنماط سلوكية اللي هي صعبة، بحال العدوان اللفظي أو السلوكات اللي كتجرح النفسية. يعني ماشي فقط النفسية ديال المريض النفسي، ولكن حتى ديال الفرد الآخر اللي كيتعامل معاه. فمهم بزاف نفرقوا ما بين التصرفات اللي كيكونوا مرة نتيجة الأزمة النفسية، وبعد التصرفات اللي كتكرر. فمثلا في الغالب الإنسان كيقدر يخلط ما بين أزمة نفسية وما بين واحد الشعور لحظي. الشعور بالحزن شيء عادي، الشعور بالغضب شيء عادي. يمكن قاع شي مرات نقدروا نختبروا شي أحاسيس نقدروا عمرنا جربناهم من نهار تسعدينا، لكن حاجة عادية. عادي أنني نتعصب، عادي أنني نتقلق، عادي أنني نغضب ونعبر على الغضب ديالي للحظة، لأنك إنسان. عادي أنك تحزن وتعبر على الحزن ديالك،
أنك إنسان. التعبير هنا هو اللي خاصو يبقى تحت السيطرة، يعني ماشي لأنه الأمر شعور لحظي ولأنه رد فعل نقدر أني ندير اللي بغيت. وكيف ما شي مرات كيكون هذا الشعور اللي هو عابر في الحياة عادي كنحسو به، شي مرات كيكون شي تصرفات اللي كتتكرر، كتكون داخلة في شي أزمة نفسية مثلا، آه كيولي الأذى عادة. هنا كيولي صعيب أنك تتقبل هذاك الشخص ولو أنه يكون شعور لحظي، ولكن شعور لحظي متكرر ولا طبع. أنه صعيب تتقبل هذاك الأذى في كل مرة. مثلا بحال تقلبات المزاج ولا شي تصرفات اللي هي مندفعة جدا، ممكن في هذيك اللحظات كيكون كيتأسف، سورتو من بعد ملي كيتكالما وملي كتهدأ الأمور. ولكن الأزمة النفسية خاصها تعالج، خاصها حل، بينما الشعور كيبقى شعور. هذا الاندفاع تجاه الحلول النفسية أو العلاج النفسي ولا مؤخرا شائع بزاف. ربما يكون اندفاع فقط لواحد الشعور، يعني تمشي تعالج لأنك تحس بالحزن جراء مثلا تطردتي من العمل، آه، أو لا سقطتي في شي مادة ما جبتيش شي نقطة مزيانة. فعلا كتحس بالإحباط، كتحس بالحزن، الغضب وبزاف د الحاجات. ولكن شعور في الحياة، يعني م- واش محتاج علاج نفسي؟ ما عرفتش. واش في كل مرة حسينا بواحد الإحساس ضعف نفسي اللي هو كتخاف أنه يبقى يطول معك فعلا، ولكن واش فعلا كيحتاج أنك تمشي عند طبيب نفسي ولا معالج نفسي يشوف معك هاد الشعور؟ في حين ملي كيكون شي مرض نفسي، شي حد كيعاني من اضطراب ثنائي القطب مثلا، وإلا كان مثلا دائما كيرفض يتلقى العلاج أو يدير خطوات باش يحسن الحالة ديالو، هنا كيخص نطرحو واحد السؤال: واش هاد العلاقة كتقدر تبقى مستمرة بلا تدخل؟ يعني أنا قدامي واحد الطرف اللي هو مريض بثنائي القطب، وهذوك تقلبات المزاج كيدير تصرفات اللي هي مدافعة كتأذيني فعلا، وهو كيرفض العلاج. واش فعلا غنبقى انايا في هاد العلاقة بدون ما يكون تدخل يعني علاجي من شي طرف؟ كنظن صعيبة شوية. عاوتاني كاينة واحد الحاجة، هي فاش الانسان كيبغي يوضع حدود كتجي الهضرة على الحدود صعيبة، وخصوصا مع واحد الشخص اللي هو مريض نفسي، فهي خاصها تكون بطريقة حذرة، بواحد التوازن بين التعاطف والوضوح. ضروري خاص تكون متفهم وواضح، متفهم الشخص اللي قدامك اللي هو مريض نفسي، وواضح بالاحتياجات ديالك.
يعني مثلا أول حاجة نختار الوقت المناسب. ما نقدرش نهضر على حدود في وسط صراع، ولا داك الانسان كيعاود لي واحد المشكله ديالو بواحد الاندفاع وبواحد الانفعال، ونجي انا في وسط هذاك المشكله ديالو، وفي وسط هذاك الصراع وهذاك الانفعال، ونقول ليه لا، دير معايا حدود. فانا خاصك تحاول تختار الوقت اللي تكونوا فيه بجوج هادئين، وخاص تكون مرتاح، مرتاح في انك تعبر على شنو محتاج بالكلمه المناسبه. تصرفات بالضبط اللي كتقلق واللي كتسمى بالنسبة ليك راه أذى. مثلا ملي كتنفعل وكتغوت، راه هادشي كيحسسني بالخوف منك. كمثال صافي، حاول ما أمكن تعبر على راسك والاحتياجات ديالك. أنا اللي محتاج هاد الحاجة، ماشي نقول ليه انت السبب، ولا انت درتي هادي، انت درتي شي حاجة اللي ما هياش انت هو ماشي. خص ديما تهدر على راسك الاحتياجات ديالك. انا محتاج نلقاو طرق حسن باش نهدرو ملي تكون امور محياش. الغضب او التوتر ما كنرتاحش فيه، وما يقدرش يرتاح فيه اي واحد. مثلا نقدر نعاون راسي انا، نعاون نفسيتي انا، ونحمي راسي من هذيك التصرفات، بانني نكون مستعد نقدم الدعم. مستعد نبقى معاك، مستعد نكون معاك في الرحلة ديالك ديال العلاج، مستعد نسمعك. ولكن ربما أنا ماشي مؤهل باش أنني نعاونك تولي مزيان 100%. ربما أنا ما نقدرش نكون الحل الوحيد. نقدروا نديرو أنشطة أخرى فيها فين تقدر تفرغ، نقدروا نشوفوا شي معالج آخر اللي هو مختص. بعض الحالات التصرفات ديال الشخص اللي عنده مرض نفسي كتقدر تولي صعيبة بزاف باش نواجهوها بنا. هنا ماشي عيب انك كشخص جالس مع واحد الشخص اللي هو مريض نفسي تطلب المساعدة، سواء من طبيب نفسي او من الأسرة. إلا كان خصوصا إلا كان التصرف ديالهم كيهدد السلامة ديالك أو السلامة ديال الآخرين، ضروري تتواصل مع مختصين في الصحة النفسية. ولا شي مرات في حالات خطيرة تقدر تحتاج للتدخل الأمني. بعض المرات أكثر حاجة اللي هي رحيمة بالنسبة لك وبالنسبة للعلاقة ديالك مع الشخص المريض النفسي وبالنسبة ليه حتى هو وأنك تشجعه أنه يتلقى المساعدة المهنية اللي محتاجها، وفي نفس الوقت تهتم براسك وتهتم به وتاخذ مسافة الحماية ديالك. كيف ما قلنا قبل، المساعدة المهنية ما كتعنيش أنني كنتخلى عليك ولا طلعتي لي في راسي ولا حتى شي حاجة، ولكن تتعني أنني كنشوف يمكن أنا غير مؤهل باش أنني نكون المساعد النفسي الوحيد ديالك. يمكن خاص مختص اللي يشوف معك، أنا معاك ما نتخلاش عليك. معرفة ديال الحدود ديالك ماشي دليل على الفشل ديالك في التعامل مع تصرفات ديال شخص
للمريض نفسيا، وكاين على العكس هي علامة ديال الرحمة تجاهك وتجاه الشخص اللي قدامك. المرض النفسي صعيب، ولكن وضع الحدود كيعاونك باش تحافظ على علاقة صحية بينك وبين الشخص اللي مريض نفسيا. وخاصك تفكر باللي راه ما راكش بوحدك في الطريق، ما راكش بوحدك كتواجه شخص مريض نفسيا، سواء كنتي في علاقة معاه وكان الانفعالات ديالو كيأذيوك، ولا فقط تكرار ديال الأذى اللي كتشوف فيه هذاك الشخص اللي كيأذي نفسه بسبب المرض ديالو كيأذيك حتى نتايا. تذكر راه ماشي بوحدك في هاد المعركة، وراه من حقك حتى انت تقلب على المساعدة. إلا كنتي كتعاني من علاقة صعيبة مع شخص مريض نفسيا، خذ له وقت، فكر في الحاجيات ديالك وما تخافش تطلب المساعدة مهنية. كونوا أقوياء، كونوا طيبين. بعض المرات كيولي التعاطف مبني على أنني نعذر واحد الإنسان اللي دازت عليه. فمثلا كيجي كيقولك راه هو كيتصرف هكاك بقاش دازت عليه. واش فعلا خاصني انا نعذرو ونقبل التصرفات ديالو واخا كتكون كتأذيني فقط لانه دازت عليه في واحد الوقت؟ الطفولة كتأثر بشكل كبير على الطريقة اللي كيولي الشخص كيتعامل بها مع العالم. بزاف ديال الناس اللي عاشوا معاناة او عنف او اهمال في صغرهم كيكبروا وهما حاملين هاد الجراح معهم. هاد المعاناة كتقدر تخلق عندهم واحد الغضب، خوف، انعدام الثقة في العالم والناس، وهذا الشيء اللي كيقدر ينعكس على تصرفاتهم في الكبر. ولكن واش فعلا نقدروا نلوموا الشخص فقط على معاناته في الصغر؟ يعني الا كان شي حد كبر في بيئة سام ولا تعرض للعنف الجسدي او النفسي، واش هادشي كيعطيه الحق يتصرف بطريقة سلبية أو مؤذية مع الناس من بعد؟ التعاطف هنا كيولي صعيب. من جهة كنشوفوا أن الشخص عانى بزاف في طفولته، ومن جهة أخرى ماشي من حقه يجرح الناس أو يتعامل بطريقة سيئة بسبب داكشي اللي تعرض ليه. التعاطف مع الناس اللي عاشوا معاناة في الصغر هو مهم، مهم باش نكونوا إنسانيين ونتفهموا كيفاش الحياة ديالهم أثرت عليهم. ولكن خاصنا نميزوا ما بين الفهم والتبرير. التعاطف ماشي مبرر باش الشخص يستمر في تصرفات سلبية ومؤذية. واش تعاطفنا مع شخص عاش طفولة صعيبة كيعني أننا نسكتوا على الأذى اللي كيديروا دابا؟ أكيد لا. نقدر نتفهم كيفاش شي حد وصل لهاد التصرفات، ولكن ما يمكنش نهائيا نعطيه الحق باش يبقى يتعامل بهذه الطريقة. الناس اللي كيكونوا عاشوا معاناة في طفولتهم كيقدروا يتجاوزوها بالعمل على نفسهم، بالعلاج النفسي وبتغيير التصرفات ديالهم، ولكن كيبقى عليهم انهم كيتحملوا المسؤولية ديال حياتهم دابا. الا بغينا نتعاطفوا مع الناس اللي عانوا في طفولتهم، ضروري خاصنا نفهموا ان التعاطف كيبقى عنده حدود. نقدروا نحاولوا نسمعوا ليهم، نتفاهموا المشاعر ديالهم، نشجعوهم باش يطلبوا المساعدة. ولكن هذا ماشي معناه اننا نتقبلوا التصرفات اللي كتأذينا. مثلا اذا كان شي حد كيستعمل العدوانية او الغضب بسبب الجراح اللي عنده من الصغر،
نقدر مثلا نقول ليه انا فاهم انك عانيتي بزاف، ولكن هاد التصرفات راه كتجرحني ويمكنش نبقى نقبلها. هنا كنوضح الحدود اللي بيني وبين الشخص اللي قدامي، وكنساعدو في الحوار باش يحاول يلقى الحلول المناسبة لتصرفاته. شي مرات التعاطف أو الوصول للتفاهم مع واحد الشخص اللي عايش معاناة في الصغر كيولي صعيب بزاف، حيت بعض الأشخاص كيرفضوا حتى يعترفوا بالمشاكل اللي عندهم، أو لا ما كيحاولوش كاع يبدلوا التصرفات السلبية اللي عندهم. هنا كتجي اللحظة اللي خاصنا نفكروا فيها، واش هادشي كيأذيني فعلا؟ فين هي النقطة ديال الانسحاب ديالي من هاد الأذى؟ فين هي النقطة اللي غادي نقول اوكي هذا هو الأذى اللي نقدر نتحمله؟ واش من غادي نوصل لواحد الأذى اللي صافي داك لو بوان ديال هذا هو الماكسيموم ديالي، غادي نمشي ندير واحد العلاج النفسي أنا كشخص واعي بهاد المسألة هادي، ونعاود بحال كنفرغ الكأس ونجي نحط راسي في نفس البيئة مرة أخرى حتى يعمر الكأس عاوتاني، ونمشي عاود نخويه ونجي في كل مرة. واش هادشي مغاديش يضر صحتي النفسية؟ واش التعاطف معاه كيعني أنني نضحي براحتي وسلامتي النفسية؟ إلا كان الشخص ما باغيش يبدل السلوك ديالو، ولا ما كيعترفش به، اولا ما كيبغيش يتحمل المسؤوليه ديال الاذى اللي كيدير، هنا كتقدر تكون الاشاره على اننا خاصنا ربما ناخذ واحد المسافه صحيه. اوكي، ونخليو الامور بين يدين مختصين في العلاج النفسي. واحد النقطه مهم نعرفوها ولا نتذكروها، هي ان التعاطف مع شخص عاش معاناه ما كيعنيش اننا نتسامحوا مع التصرفات ديالو اللي كتأذينا. التعاطف كيجي من الفهم والتقدير لمعاناة الشخص، ولكن التسامح كيتعلق بكيفاش الشخص كيتعامل دابا. إلا كان باقي كيأذينا وكيرتكب نفس الأخطاء وكياخذ الطفولة اللي عاش كمبرر، حنا خاصنا نكونوا واضحين معاه ونكونوا واضحين مع راسنا بالأساس أن التصرفات هي غير مقبولة، أنها كتسبب أذى. ربما التصرفات بسبب أو لا ماشي بسبب، نقول هذيك التصرفات هي نتيجة ولا فقط رد فعل على اشنو وقع من قبل، ولكن علاش انا غنتقبلها او لا علاش انا غادي نقبلها انا توقع ليا، نقبل هذاك الانفعال الخايب وداك الاذى انه يوقع ليا. التعاطف هو كيعاون اننا نفهموا الخلفيات، ولكن التسامح كيبقى قرار خاص، ماشي اي تصرف كنقدر نسامح عليه، خاصة إذا كان كيأثر سلبيا على حياتنا. لأن التعاطف هو ماشي ضعف أو لا نقبل التصرفات الخايبة كجزء عادي كحاجة عادية، لا. التعاطف وسورتو التعاطف الذكي هو نعرف كيفاش نوازن بين الفهم والحماية، نكون قادر أنني نفهم الناس اللي عاشوا المعاناة ديالهم، قادر أنني نفهم المعاناة ديالهم، نقدر نفهم الانفعالات ديالهم اللي كنشوفها دابا.
التعاطف هو نكونوا قادرين نفهموا الناس اللي عاشوا المعاناة، وفي نفس الوقت نحافظوا على الحدود ديالنا ونحميو راسنا من الأذى. إلا كنتي كتعاني مع شخص عاش طفولة صعيبة، تفكر التعاطف راه خطوة مهمة، ولكن حتى الحماية ديال راسك وصحتك النفسية راه أمر لا يقل أهمية. حتى الفيديو الجاي ديروا بالكم على راسكم وعلى قلوبكم وعلى صحتكم النفسية. إلى اللقاء. شكرا لكم على المشاهدة.